مصر وهو بطل الحرب والسلام. الملك رمسيس هو في المتحف المصري الكبير نظرا لاعماله وبناء الحضاره المصريه قاموا بنقله من محطه رمسيس شامخا يقف في المتحف الكبير في مصر للترحيب بالزائرين. تاني كده يا سمير، تعالى اقولها تاني. الملك رمسيس عشان تصل. الملك رمسيس الثاني تولى الحكم وعمره 14 عاما، وأتقن ركوب الخيل والفنون العسكرية والسياسة، وتميز عصره بالرخاء الاقتصادي. انتصر على الحيثيين في معركة قادش، ووقع أول معاهدة سلام في التاريخ، وسيد معبد أبو سمبل في أسوان، واستكمل بناءه الأعمدة في القرن، وأطلق عليه لقب بطل الحرب والسلام لانتصاره على الحيثيين وعقد أول معاهدة سلام في التاريخ. تمام، يعني بطل الحرب والسلام. هننتقل إلى شخصية هامة في تاريخنا القديم وهو الملك مينا. تمام. أنا الملك مينا من واحد كنت بعمل أول وحدة في التاريخ. تمام يا جماعة، مصر طول عمرها الفرقة ما يجيش يمتها، يعني لما عملوا مملكتين، مملكة الشمال والجنوب، الصراعات بدأت. الملك مينا وحد البلاد تحت شعار واحد وبدأت الحضارة مع الملك مينا. نيجي بقى على ملكات في تاريخ مصر. الملكة حتشبسوت، تعالي اتفضلي. الملكة حتشبسوت